السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. يوم جديد وفيديو جديد. هنحضر مع بعض النهارده العيش الشامي اللي بنستخدموه في الفول والطعمية بتاع المحلات. كمان مش بنستخدمه بس الفول والطعمية، ده هنستخدمه في اي سندوتش انت بتحبيه. هنعرف العجينة المظبوط عشان يطلع معاكي تحفة وجميل، وهيطلع معاكي طري، مش هتصدقي النتيجة في الآخر. ما شاء الله طريقة ناجحة جدا جدا. شايفين كله منفوخ ازاي؟ شكل العيش جميل ويفرح وبركة كده في البيت. مقادير سهلة جدا جدا والطريقة ناجحة مليون في المية. هتعمليه وهتنبهري منه في النتيجة في الآخر. العيش الشامي من أسهل الطرق، مقادير بسيطة جدا وموجودة في كل بيت إن شاء الله. شايفة من جوه عامل ازاي؟ من فوق ومن تحت قد بعضه، ولا معجن ولا حاجة، وجميل. وتقدري كمان تعجنيه بالمية. ولو هقولك ازاي تخزنيه في الفريزر. لو انت محتاجة العيش في اي وقت هتطلعيه. ينفع في جميع حالات، ينفع في السندوتشات، للمصايف، للمدارس. بجد تحفة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمله ازاي. هنحط كوباية من المية، نص كوباية من لبن الحليب، معلقة من السكر، معلقة من الخميرة، ورشة بسيطة من الملح، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. انا عشان متأكدة من الخميرة بتاعتي فنزلت بالمقادير كلها مع بعضيها. هنضربها بالمضرب كويس جدا لحد ما تديني الفقاعات اللي في الوش دي. فكده اتأكدت ان الخميرة بتاعتي نشطة. لو انت مش متأكدة من الخميرة سيبيها على جنب 10 دقايق لحد ما تتفاعل. وانزلي بقى ببقية المقادير. هنزل بربع كوباية من السمنة على زبدة. انا هستبعد تماما الزيت يا بنات لان الزيت بينشف العيش. انزلي بربع كوباية من السمنة يا اما ربع كوباية من الزبدة. تمام. او سمنة على زبدة زي ما تحبي. هنبدأ نحط نص كيلو من الدقيق وعليه نص معلقة من البيكنج باودر. ونقلب الكلام ده كله مع بعض. شفت قد ايه المقادير سهلة بسيطة. ممكن تعجني بميه، استبعدي تماما اللبن لو انت مش محتاجاه. عامه الفران كلها بتعجن بالميه، ولكن انا حطيت نص كوبايه من اللبن عشان القيمه الغذائيه بتاعتها تبقى كويسه، ان طبعا احنا بنعمله لاولادنا في البيت. فهيكونش زي الفران، هيكون طبعا بتدعميه. بتحطي بقى القيمه الغذائيه اللي تبقى لاولادك زي اللبن، زي الزبده، زي السمنه. في الافران ما بيعجنوش خالص باي ماده دهنيه. ممكن لو عجنوا بيبقى معلقتين من الزيت وبالميه عادي، وخلاص على كده. هنبدأ نعجن بقى عجنة كده محترمة لحد العجينة كده ما تسيب ايدك، وكمان تلاقيها نعمت بالشكل ده. وحبايبي اللي متابعيني دايما بقول لهم لو انتوا بتعجنوا وتعبتوا من العجين، بتسيبي العجينة 10 دقايق او ربع ساعة وترجعي تعجنيها تاني. انت بترتاحي والعجينة بترتاح، وكمان بتنشطي مادة الجلوتين اللي بيبقى في الدقيق. احنا دلوقتي عجناها حوالي 5 دقايق. هنغطي العجينة بتاعتنا كده في مكان دافي. حوالي قد ايه؟ حوالي ساعة بالظبط لحد العجينة بتاعتنا او العيش بتاعنا كده ما يختمر ويتفاعل كده. ما شاء الله بعد مرور ساعة بالظبط بقى دي النتيجة. هنبدأ بقى نهبط بقى الخمر ونكورها، أو بمعنى أصح يعني زي ما نقول عندنا في الفلاحين بتقرصي العجين. يعني بتكوري العجين. تمام. هنكورها قد إيه؟ شايفة العجينة منطوية وجميلة ازاي؟ لأن عجناها حوالي 5 دقايق. وناعمة وطرية ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. طبعا العيش والخبيز بيبقى بركة في البيت. هنبدأ بقى نكور كل كورة قد ايه؟ حوالي 70 جرام. أنا جنبي ميزان هنا. هنكور الكورة حوالي 70 73. هتعمل معايا بالظبط حوالي 13 رغيف أو 12 رغيف. انت لو هتقللي في الحجم، يعني تعملي حوالي 60 جرام أو 50 جرام، هيطلع معاكي حوالي من 17 ل 18 رغيف. تمام. لو انت عايزاه قد بتوع السندوتشات الصغير ده بتاع الفول والطعمية، هيبقى حوالي بالظبط 50 جرام. هيرمي معاكي يبقى حوالي 18 رغيف بالظبط. نص كيلو، كمية حلوة جدا جدا. كورنا كل الكور بتاعتنا بالشكل ده. انا عاملاه 70 جرام يا بنات. عمل معايا بالظبط 13 رغيف. هنكوره ونغطيه ونسيبه يرتاح حوالي 10 دقايق. ونبدأ نفرد العيش بتاعنا. الفرد سهل جدا. هحط رشة بسيطة على الرخامة من الدقيق. ونبدأ تفردي بقى بالعجلة أو بالنشابة. طبعا العجينة جميلة جدا وطرية. لا طرية قوي ولا يابسة قوي، عشان تبقى معاكي سلسة كده وانت بتفرديه. هنفرد بقى من جوه على بره، والسمك بتاعها سنتي زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله جميل جدا. هنعمل معاكم كام واحدة علشان تبقى سهلة معاكم. طبعا بتجيبي رغيف رغيف من أول رغيف انت كورتيه عشان يبقى اختمر أو ارتفع بمعنى أصح. هنفرد جايه من جوه على بره. وطبعا انا جنبي قماشه يا بنات، اللي انا بفرده بحطه على القماشه اللي جنبي. تمام. ما شاء الله اللهم بارك. لو وصلتي بقى لحد المقطع دلوقتي ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. ولو اول مره بتشوفوا قناتي، يا ريت تشرفيني وتضغطي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس عشان لما انزل اي فيديو جديد تكوني اول واحده بتشوفيه، وكمان يجيلك اشعار بيه ان شاء الله. عملت معاكم كام رغيف اهوت. ما شاء الله اللهم بارك. السمك بيبقى سنتي يا بنات. عايزه تتخنيه زياده عن كده عشان يبقى الرغيف يبقى فيه لب. تمام.
شايفاه ما شاء الله جميل جدا جدا. هعمل معاكم كمان واحدة اهي، وزي ما قلت لك عايزه تصغريه هيرمي معاكي عيش اكتر من اللي انا عاملاه ده. عايزه برضو ايه ترفعيه او ترققيه زي ما انا عملته كده براحتك. هيكون فيه لب برضو، عايزه يكون اللب بتاع العيش يكون إيه اكتر من كده، قلليه شويه ما تفردوش قوي. طبعا زي ما انا قلت لكم جنبي قماشه بفرده على القماشه وبسيبه قد ايه، بسيبه حوالي ربع ساعه على القماشه وبعد كده بدخله الفرن. ما شاء الله كله منفوخ بالشكل ده زي ما انت شايفه كده، جميل جدا جدا. مفيش ولا رغيف الا ما كله اتنفخ كده. ليه بقى؟ لان انا ريحت العجينه بعد ما فردتها على القماشه اللي انا قلت لك عليها دي. نص كيلو دقيق هيرمي معاكي كميه حلوه جدا جدا. طريقه جميله وناجحه، شايفين قد ايه كله منفوخ، جميل جدا جدا وطالع ما شاء الله اللهم بارك، لونه جميل جدا جدا. وممكن كمان تعمليه على البوتاجاز في فرن البوتاجاز. لو عملتيه في فرن البوتاجاز يبقى درجه الحراره 250 يا بنات، يبقى درجه عاليه. وبعد كده اول ما يتنفخ معاكي طلعيه على الشوايه هيبقى يطلع معاكي زي الفل. يعني ممكن تعمليه في الفرن، ممكن تعمليه في البوتاجاز. انا عملته قبل كده معاكم على البوتاجاز، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. شايفه جميل من جوه ازاي، لا معجن ولا حاجه، وجميل جدا وطري، ومن فوق ومن تحت قد بعضه. ممكن كمان تعجنيه بالميه زي ما قلت لكم. وهقول لك كمان ازاي تفرزيه في الفريزر. هنسيبه لما يهدى خالص ويبرد، طبعا هو منفوخ لسه طالع من الفرن. هسيبه لما يهدى خالص ويبرد، وبعد كده هتعبي الكميه اللي انت محتاجاها في الاكياس. شايفه جميل ازاي، هتعملي منه اجمل سندوتشات لاولادك. ينفع للمدارس، ينفع لو انت رايحه مصيف تعملي كميه منه حلوه، ينفع في اي وقت. طبعا احنا محتاجين في البيت على طول العيش. سبته لما يبرد ويهدى تماما. شايفه طريقه قد ايه بجد مبهوره بيه والنتيجه حلوه. هسيبه لما يهدى خالص ويبرد، وبعد كده بتدخليه اكياس، بتحطيه في الاكياس في الفريزر. وبعد كده قبل ما بتطلعيه او ما تكوني عايزاه بتطلعيه قبليها بحوالي بالظبط نص ساعه ربع ساعه وبتستخدميه على طول. شايفه جميل ازاي، بجد تحفه يا بنات. متنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. اشوفكم على خير، السلام عليكم.